السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. جيتكم اليوم بقصه جديده كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وكيف العاده قبل ما نبداو القصه ديالنا نصليو على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وندخلوا في القصه مباشره. القصه ديال اليوم ديال الاخت ايمان اللي كتحكي وكتقول: انا سميتي ايمان، والديا تعرفوا على بعضياتهم فواحد المناسبة عائلية. الأب ديالي كان أستاذ والأم ديالي كانت هذيك الساعة كتقرا. الأب ديالي ما كانش في نفس المدينة اللي كانت عايشة فيها الأم ديالي. المهم فاش تعرفوا بعضياتهم عجبوا بعضياتهم وتزوجوا. ملي تزوجوا كانت الوالدة عايشة هي والأب ديالي في دار وحدة، ماشي مع جدة ولكن في نفس تقريبا في نفس الحي. يعني ما كانش كتعرف على الوالد حتى شي حاجه ولا حتى على عائلته، لان مده التعارف ما كانتش دازت، ما طولاتش بزاف. يعني تعرفوا دغيا، داروا العرس دغيا، داز داكشي بالزربه. حتى عائله الوالده ما سولوش على العائله، على الاب ديالي. ما صافي غير عرفوا استاذ، قالوا صافي راه انسان مزيان غيكون مع عائله مزيانه. يعني صافي داكشي داز دغيا دغيا. المهم الوالده ديالي كانت الايامات الاولى عايشه بخير وعلى خير مع الوالد. شويه بدات كتشوف الاب ديالي كل مره كيجي سكران، كل مره تيجي شرا. المهم بشويه بشويه داكشي ماشي كان تيدير داكشي في خطره، ولكن كان كيجي مره في ريحه الشراب شويه، ولا كيجي شويه مأثر عليه الشراب. يعني جاي من الخدمه وهو في داكشي. وكانت الوالده ديما تتبقى هكا تهضر معاه وكتقول لي هادشي اللي كدير وانت راك استاذ وغتدخل على راسك وتخرج علينا هادي، وراه هادشي خاصك تحيدو. وكيقول لها والله يعفو هادي، وراه غادي نحاول نحيدو هادي. بقات معاه ديما بحال هكاك، والو هو داكشي غير غادي وكيتزاد. المهم بقات الوالده حامله، ولداتني. ملي ولداتني داكشي الوالد ديالي عيما غادي وكيزيد، عيما غادي وكيزيد كيشرب شويه، ما بقاش كيعير كيجي من الخدمه فيه الشراب ولا كيسهر في الليل، كيمشي كيشرب كيبقى الليل كامل وهو سهران. كيجي شي نوبة تيبطل ما تيمشيش للخدمة، شي نوبة تينام حتى للخدمة وكيمشي وهو فيه الشراب. يعني الوالدة صافي ولات مع كثرة ما داكشي أثّر عليها بزاف، ومع الولادة جاها اكتئاب حاد. ولات صافي ولات كتبكي ولات تتغوّت. يعني نهار صافي داوها مشات للسبيطار، تبعات مع واحد الطبيب ديال نفسي ولا كيعطيها داك الدوا ديال الاكتئاب، وهي كترضعني وكتشرب مانع الحمل. وما عاقتش براسها حتى صدقاتني ربما هذاك الدوا ديال الاكتئاب أثّر ليها على المانع الحمل، وصدقات تاني حاملة تاني اللي زاد الطين بلة. صافي الوالدة مسكينة عين ما زاد داكشي أثّر عليها، والوالد غادي يزيد فيه بالو ما مسوّقش. عائلة الأب ديالي ما تيجيوش عندها بزاف، ما كي يعني عارفين وشنو كاين، عارفين شنو كاين، داكشي علاش شادين تيقهرهم، عارفين ولدهم كي داير. ولات ولا الأب ديالي كيجيو إنذارات بزاف على حساب الكول اللي كيقري في المدرسة اللي تيقري فيها، بأنه راه يعني كيبطل بزاف وشي مرات تيمشي سكران. يعني صافي وهو في الآخر هي جاه الطرد، بأنه غيتوقف على الخدمة وما بقاش، لأنه ماشي صالح أن أستاذ يمشي للقسم وهو سكران وهو مدمن على الشراب. صافي وقفوه على الخدمة. الوالدة ديالي مسكينة عين ما زالت كتعصب وهي حاملة وكتربي. يعني لا حول ولا قوة عليها. إيوا صافي هي هاديك الوالدة ديالي مسكينة، وهي بقات هكاك تتقاسي وتتعاني. تعصبات بزاف ومرضات بزاف، وكان ديك الساعة عندها 8 ديال الشهور كانت حاملة بوليد. العائلة والناس وداك الشي كانوا كيقولوا لها وديري إجهاض، والله يسمح ليهم كيقول لها ديري إجهاض وحيديه. أنتِ واش دابا أنتِ راكي مريضة وكتربي، والراجل جاو عليه من الخدمة وكي عاد ديري؟ كتقول لهم لا ما غاديش ندير مشكل بمشكل، وانا نعصى الله. نشوف شفت ندير تيدير ليا الله تا ولدي الخير. انايا ما نقدرش نعصى الله ونحيدو حتى نشوف ربي شنو بغا يدير ليا. فاش وصل ل8 شهور ديال الحمل ديالها، وكان زاد عليها واحد الليلة حال بزاف، ومشات للسبيطار وماتت الغد اللي ماتت.
بالأعصاب ولا صافي العمر ديالها تحد. من بعد جاتني جدة معاها، جاتني عندها للدار. أنا ديك الساعة باقي يلاه أنا عندي عام ما كاملاش عام ونص. الأب ديالي ولا كيجي عند الجدة وكيبقى يغوّت وكيقول عطوني بنتي. الناس ولاو كيقولوا لي سير واخا تبغي تاخدها، واخا تمشي كاع حتى للقانون، تمشي معاهم الشرعة باش تاخد بنتك راه ما غاديش يعطيوها لك لأنك أنت إنسان مدمن، ما غاديش تربحها معايا. خلي البنية عند جدها عايشة معاها. أنت بغيتي تجي تسولها وداك الشي اللي قال لي حتى خالي، قال لي ها البنت عندنا وحتى نتايا بغيتي تجي تشوف بنتك راه ما غاديش نحبسوك على بنتك، ها بنتك عندنا، ما نتايا شكون اللي غيربيها لك قال لهم نعطيها هما أصلا جداتي أم تبا ما قالت لهم أنا مرا كبيرة ما غاديش نقدر نربي ما حتى شي حاجة. هي هاذيك صافي هو مشى بقى عايشين معاه، طلق الكرا طلق كلشي ولا عايشين في دارهم مع مو، مرة عند خوتو مرة عند خواتاتو، لا خدمة لا والو. أنا رباتني بقيت مع جدة عايشة معاها. تقريبا واحد دازت هكاك شي عامين وهي تجي خالتي طلقات براجلها وجابت بنية، بقينا عايشين مع خالتي وخالي كان ساكن فوق منا، كان هو ومراته ووليداتو. المهم ما كانوش غير غير في نفس الدار ولكن عازلين. أنا وجداتي وخالتي وبنتها في التحت وخالي الفوق هو ومراته وولادو. المهم بقيت عايشة، دخلوني للمدرسة وأنا وهاديك بنت خالتي تقريبا بيناتنا غير عام، أنا أكبر منها بعام. عشنا في الدار بحال الخواتات، يعني بحال خواتات، يعني عشنا في دار وحدة. خالتي ما عمرني زعما شفت منها بأنها كتميز بنتها عليا ولا ديما كتعاملنا نفس المعاملة، كتخاصم علينا بجوج، كتربينا بجوج، يعني ما كديرش هداك الفرق ديال أنها راه بنتها وأنا جداتي حتى هي هكاك عندنا كنا بحال بحال. ولكن المشكل اللي كان عندي هي مع بنت خالتي، كانت ديما من الصغر ديالها وهي ما كتحملنيش، ديما كتشوفني بحال كانت كتشوفني أنا أحسن منها. أنا من صغري ملي كبرت عقلت على أنني الأم ديالي ميتة وعايشة غير مع جدة وخالتي، واخا أنهما كانوا كيعاملوني مزيان وما كنتش كنشوف زعما الحقرة وما كنتش كنشوف زعما الفرق اللي هذا، ولكن من الصغر ديالي كان عندي واحد العقل كبر من السن ديالي. كنت واحد الإنسانة ماشي اتكالية، كنت كنغسل نصبن حوايجي بوحدي، نطوي حوايجي، نقاد فراشي. كنت كنجي من المدرسة كنعاون خالتي ندخل معاها الكوزينة، نعاونهم في الدار، نعاون هكا يسخروني كنسخر. أما بنت خالتي كانت لا، كانت متمردة ما كتبغيش تسخر، ما كتبغيش دير معاهم الشغل. وحتى النتائج الدراسية كنت ديما أنا كنجي متفوقة، كنجيب نقاط زوينة. بنت خالتي لا، ما كانتش كتقرا مزيان، رغم أنها كانت هي ظروفها أحسن مني. على الأقل هي عندها أمها وعايشة مع أمها، والأب ديالها كان ما مسامحش فيها، كان بالعكس مهلي فيها، كان كيشري ليها داكشي اللي بغات، كيصرف عليها في العطلة، كتمشي دوز العطلة مع باها، كتسافر معاهم مع خوتها. ولكن كانت ديما ما كانتش كتحملني. علاش؟ حيت كانت الأم ديالها ديما كتقارنها بيا، يعني كتقول لها شوفي بنت خالتك علاش إيمان علاش زينب عفوا، علاش زينب كنقول لها ديري الحاجة كديرها، علاش هي كتعاونها في الدار، علاش ما كتجي، علاش كتجيب نقط مزيانة. شوف زينب كتقرا مزيان، شوف زينب كتمشي تحفظ وانتيا ما كتبغيش. يعني هاد المقارنات ديال خالتي معايا كانت ديما هي اللي كانت كتخليها كتشحنها، كتخليها أنها كتزيد تكرهني. كيف قلت لكم أنا ما كنتش إنسانة اتكالية، واخا أن خالتي وجدة كانوا كيشريو ليا الأساسيات والحوايج. ملي بديت كنكبر شوية وليت هكا في العطلة كنمشي كنخدم هكا في المحلات ديال البيع والشراء، كنبيع ونشري، كنعاون الناس، خدمت في الطوبيس رسوفور هاديك الساعة. يعني أي حاجة كتبان ليا خدمة ديال الحلال اللي نقدر نجيب منها هكا اللي نشري بها حوايج نوفر بها. يعني كنخدم في الصيف. واخا أنا كانت خالي هو اللي كان كيشاد واحد المحل كان ديال جدي ديال النجارة، وكان كيعطي الأرباح ديال المحل، كان كيفرقها على خالتي وعلى جدة.
المهم كان ما خلينا محتاجين حتى شي حاجة الحمد لله من ناحية المصروف والأساسيات. يعني هو أنا كنت كنخدم باش كنعتمد على راسي، كنت كنشوف راسي بأنني أنا راه يعني راه لا حول ولا إنسان مدمن، يعني ما نافعش حتى راسو عاد باش ينفعني أنا. الأم ديالي الله يرحمها يعني ما خصنيش، ما عندي عليه ما نتفشش، يعني هاد الناس اللي كيديروا فيا دايرين فيا الخير. أنا ما كنتش زعما ما كنتش كنتفشش بحال بنت خالتي اللي كانت كتفشش على امها وهكا. مشات الأيام وجات الأيام وأنا غادا كنكبر الحمد لله، كنت كنقرا مزيان، كنجيب نقط زوينة، كنكافح. خديت الباك ديالي بنقطة مشرفة. بنت خالتي العام حيت أنا فايتاها بعام، أنا ديك الساعة ملي خديت الباك درت لافاك. بنت خالتي خدات الباك بنقطة بزاز، مثلًا هي كانوا كيديروا ليها السوايع والحالة، وخدات الباك بزاز، دارت واحد ليكول كان كيخلّص عليها باها بالفلوس، ليكول بريفي. أنا درت لافاك، خديت الإجازة بمونسيون. درت الماستر. هي بنت أنا درت الماستر وفي نفس الوقت خدمت في واحد الشركة كنخدم وكنقرا. بنت خالتي دارت هداك ليكول، خدات الدبلوم ديالها وبقات كدير stage. وحنا حنا غاديين كنكبروا وبنت خالتي غادي الكره ديالها من ناحيتي أو الغيرة كتكبر كتر وكتر. أنا خديت الماستر، خدمت الحمد لله وصلت لداك الشيء. أنا ما كنتش محيدة في بالي الزواج، ما كنت كنشوف حتى شي حاجة، كنت كنعرف غير القراية، الخدمة للدار، هادشي اللي كنت كنعرف. ما كنت محيدة بالي الزواج، يعني داك الشيء اللي داز على الأم ديالي. كنقول أمي الأم ديالي كون قرات حتى هي وكملات قرايتها ما كانتش غادي تتزوج بالأب ديالي، وكان مدمن. يعني ما كنتش كنعرف أنا نتزوج بشي واحد ما عرفتش كيفاش غادي يخرج. قلت اللهم نقرا على راسي، نخدم، ناخد الدبلومات ديالي، وهاديك الساعة اللي مكتاب ليا في الرزق يجي. كتاب هي هاديك، ما كتابش صدق هي هاديك، ما صدقش راه عندي الدبلومات ديالي والحمد لله. هذا هو الفكرة اللي كانت عندي. الحمد لله خدمت واحد الوظيفة مزيانة اللهم لك الحمد، يعني وصلت داك الشيء اللي كنت باغا وكنت كنحلم به. آآ صافي هي ديك في الخدمة ديالي تعرّفت على واحد الشخص، هو كان كبر مني شوية بشي 15 عام، في نفس الخدمة وكان فايتني حتى في الpost. آآ تعارفنا، هدرنا على المعقول وداك الشي. أنا ما بغيتش نزرب في الزواج، عطيت راسي واحد المدة هاكا باش حتى نتعرف على الإنسان مزيان، باش نشوفو واش نيت يخاف الله فيا، واش إنسان اللي كيكون اتكالي على المرا، واش إنسان اللي يكون موقد نيت. صافي داكشي علاش ما بغيتش نزرب على الزواج بحال كيف دارت الأم ديالي. قبل ما يخطبني، بغيت ناخد واحد الخطوة، وبغيت نمشي نشوف الأب ديالي، ونشوفو كيفاش داير وهاكا. مشيت عند الأب ديالي، مشيت زرتو. اش غنقول لكم، لقيتو في واحد الحالة يُرثى لها، لقيتو في دار جدي وعاطينه واحد البيت في السطح، عايش مسكين بوحدو، معزول على خوتو وعيالات خوتو وخواتاتو. من طبيعة الحال ما غاديش واحد الإنسان مدمن مريض ما غاديش يجلسوه مع ولادهم وعيالاتهم. كيطلعوا ليه غير الماكلة، مرة تيغسلوا ليه، مرة تيصبروا ليه حوايجو ولا ما تيصبنوش. المهم لقيتو مسكين عايش واحد الحالة اش غنقول لكم، كتقطع القلب. صافي شنو درت، قلت أول حاجة غادي نعالج الأب ديالي قبل ما نتزوج، قبل ما ناخد حتى شي خطوة. غنعالج الأب ديالي وغنجيبو حدايا المدينة فين ساكنة. هي هاديك داك شنو اللي درت، سكريت ليه واحد الاستوديو، دخلت لواحد المصحة كيتعالج. بديت كيتعالج، المهم باقي ما قطعش داك الشيء بالمرة، ولكن بشوية بشوية راه غادي كياخد الأدوية ديالو كيتعالج. وليت أنايا ديما كنمشي نطلع ليه، تنصرف عليه داك الشيء اللي خاصو تنجيبها ليه، نصبر ليه حويجاتو، يعني أنا قابلاه كلشي. وهو مسكين ما بقاش حتى كيهضر، حتى الهضرة مقادة، ولا كيأثر عليه داك الشيء بزاف في الصحة ديالو. المهم صافي هي هاديك، أنا راني مقابلة الأب ديالي راه هو حدايا كيتعالج وكلشي. هداك الإنسان اللي باغي يتزوج بيا،
صافي جاب الخطبة، خطبني من عند جدة وخالي وخالتي. ولكن هذيك بنت خالتي كانت هذيك الساعة مازال باقا ما تزوجات ما والو، كانت مازال في الدار. و وفي نهار الخطبة تقربات خوت راجلي اللي غيكون راجلي مستقبلا، تعرفات عليها، يعني تقربات ليها أكثر وخدات من عندها النمرة، وزعما دارت راسها بحال ارتاحت ليها وتصاحبات معاها وتقربات ليها أكثر. اشنو غادا دير هاد بنت خالتي؟ مشات ولات تخرج مع ديك بنت اخت راجلي، كتمشيو هكا لكافي، يعني تصاحبات معاها وداكشي. هي تقريبا قريبه لينا في السن. شنو قالت ليها واحد النهار؟ هي تقول لها شوفي، قالت لها والله الا داك خوك بقى فيا، ما كيستاهلش زينب. قالت لها علاش كتقولي هاد الهضره؟ يعني راه بنت خالتك، علاش؟ قالت لها اش غنقول لكم؟ قلت لها هي راه ما قالتش لكم شي حوايج، راه ما قالتهاش لكم، خباتها عليكم، ولكن انا يا اختي غنقولها لك، ولكن تبقى بيني وبينك. زعما دارت فيها غادا تبقى غير بيني وبينها. قالت لها غير باش تاخدي الاحتياط ولا تقوليها لخوك ياخذ الاحتياط وصافي، ولكن ما تقولوا حتى شي واحد، ما تثقش هي الخبار. قلت لها شنو كاين؟ قلت لها عرفتي شنو، هي مريضه فيها اكتئاب، وكيجيوها حتى كيجي حتى امراض، يعني داك الاكتئاب كيولي حاد وكتولي تهرس. واحد المره هرست لينا التلفازه، وواحد المره بغات تقج جده، وكتخرج كطج وكتهرب لينا في الليل، حتى كنبقاو نقلبوا عليها حتى كنلقاوها وكنجيبوها وكنقلبوا معانا الناس. يعني هذاك الشيء اللي قالت ليها بقى البنت بقات هي مصدومه. قالت لها واش هادشي كامل قالت لها ولكن اختي خفت عير، دابا هي كتاخذ الدواء، ديالها، ولكن تخاف شي نهار ما تاخذوش ولا شي حاجه وتجي هذيك الحاله تولي قاجه خوك ولا قاجه امك ولا شي حاجه. انا اختي غير خفت عليكم وقلتها لك دابا باش تاخذوا الاحتياط، ولكن ما تقولوا ليها حتى شي حاجه. ايوا شوف، هذه اللي بنت خالتي وبحال اختي كابره انا وياها، يعني وصلت ليها الوقع انها حتى تخسر ليا هكا زواجي. وانا ما عمرني كنت كنتظر منها انها توصل حتى لهاد الدرجه. انا كنت كنقول ربما الغيره، هكا ملي كتشوف امها كتقارني، يعني غيره ربما تكون حتى الغيره ديال الخواتات بيناتهم بحال هكا، ولكن حتى لدرجه ديال انها تخسر ليا زواجي وهكا ما كنتش كنتظرها منها. المهم هذيك خت راجلي مشات عند امها وخوها، جمعاتهم هي تقول لهم، وقالت لهم عاجي نقول لكم واحد الهضره. واش تقول؟ هي تقول لخوها واش في خبارك بان هذيك السيده اللي بغيتي تزوج بها راه كتاخذ الدواء ديال الاكتئاب وديال الامراض العقليه؟ قال لها شنو كتقولي؟ قالت لي اي داكشي اللي كنقول لك، راه الانسان، السيده راه مريضه وعندها وراقيها وكتاخذ الدواء، والا ما خداتش الدواء ديالها راه كتولي تقج وكتطج وكتهرس ليهم الماء وتهرس ليهم كل شيء. قال لها منين جبتي هاد الهضره؟ قال لها واش شي وحده عندها امراض عقليه غادي تاخذ هذوك الشواهد وغادي تاخذ هذاك البوست؟ قالت لي لا، راه قالت لي راه كتشرب الدواء وداك الشيء. واش راه قالتها ليا بنت خالتها؟ واش بنت خالتها غادا تكذب عليا؟ غير قالت ليه بنت خالتها، ويقول لها صافي صافي صافي، حيت انا اصلا كنت كنعاود ليه كنقول ليه راه بنت خالتي وراه ديك تتغير مني وديما ما تتحملنيش وهذه. صافي هو يعيق، قالها صافي صافي، هذيك راه اصلا هي راه باغا دير ليها المشاكل، وهي تقول لهم ولا ولدي خصنا نتاكدوا بهذا الشيء، هادشي راه خطير. واش غادي تزوج واحد الانسانه ما عارفاش كي دايره، واش مريضه في راسها، واش مريضه؟ راه كاينه الامراض النفسيه ولدي. قالت لي لا، خصك تتاكد. صافي هي هذيك هو خد ليه تلاقينا هكا في الخدمه، وهو يقول لي قال لي من بعد الخدمه نمشيو كافي وغنهضروا في واحد الموضوع. قلت لي خير ان شاء الله. صافي هذيك بدينا تنهضروا، ويقول لي عرفتي شنو، راه غنقول لك واحد الحاجه، ولكن ما تسرعيش وما تقولي حتى شي واحد وهكا، راه بنت خالتك اشنو قالت لختي وشنو شنو شنو. عرفتي انا بقيت غير شاده في راسي وتصدمت. ما تخيلش انها كتوصل بها الحال حتى لهاد الدرجه تعاود تقول لهم هذا الشيء. يقول لي واش من وراق، واش من دواء، واش من امراض عقليه، واش من سبيطار؟ انا راه ما عمرني جاني لا اكتئاب ولا والو، بالعكس انا كانت عندي واحد المناعه ديال العقل والرزانه، يعني ما كنتش كاع نحاول كاع ما خليت حتى شي حاجه تاثر فيا، بالعكس كنت انا قويه من صغري، وانايا كنت
قال لي أنا راه عارفك وداك الشيء، راه قال لي أنا عرفت بأن ملي قالت لي بنت خالتك صافي عرفت راه أنها بغات تخسر لك هكا الزواج وهادي، ولكن قال لي أنا راه تايق فيك وعارف شنو كاين وهادي. قلت له واش بغيتي نمشيو نديرو شي خبرة طبية ولا شي حاجة؟ قالت لي اللي بغيتي نمشيو نديروها. قالت لي أنا ما عنديش مشكل باش تحيدي. قال لي لا أنا ما نحتاجش كاع دير الخبرة الطبية ولا شي حاجة، أنا عارفك وأصلا هذيك راه باينة راه باغا غير تدخل بيناتنا تخسر لينا هادشي. صافي أنا اش نقول لكم، أنا تعصبت وبقى فيا الحال، يعني صافي كنت كنهز الهبال ديالها، كنت كنهز ولكن واش باش توصل بها حتى لهاد الدرجة؟ صافي أنا تعصبت بزاف ونمشي عند خالتي وبديت كنحيا عليهم. قلت ليها ما يمكنش، قلت لها توصل بها حتى لهاد الدرجة دير ليا هادشي. عرفتي خالتي مسكينة بدات كتغوت وكتخبط في جنابها، ويلي قالت ليها واش وصلت بهاد. عرفتي بقات غير جات، كيف جات ما هضرت معها ما والو، هي تعطيها واحد التصفيقه وبدات كتنتف فيها وكتقول ليها واش وصلتي حتى لهاد الدرجه، انت راكي خبيثه، انت خيبه. وهي تتغوت وتقول لا. صافي ملي عرفت داكشي خالتي مسكينه مع مريضه بالسكر وداكشي بقات تتعصب، تسخفات وبدات تتغوت عليا، كتقول لي بغات تقتلي امي وهادي. صافي جده مسكينه حتى هي مع مرا كبيره وبقى اش نقول لكم، وليت ندمت قلت كنقول عيني كون عين ما قلتهاش لهاد البرات، عرفتها هي كنخليها هكا. صافي هي تخاصمت مع امها وبقات امها تتغوت عليها وهادي. صافي تخاصمت وهي دازت الشنطه ديالها ومشات لعند باها، مشات عند باها. صافي تخاصمت هي وامها. قالت لي صافي خالتي قالت هي تمشي، قالت لي ملي وصلت لهاد الدرجه قالت لي ما كانش انا ما ربيتش بنتي بحال هكا، تكون انسانه هكا خبيثه وقلبها كحل. علاش عليا على بنت خالتها اللي بحال ختها ويتيمه ودير لك بحال هكا. صافي هي هذيك هي مشات عند الاب ديالها بدات عيشها معاه، ما بقات كتسول في امها ما حتى شي حاجه. وانا ما بغيتش كاع يوصلوا حتى لهاديك الدرجه انها تقطع الصله مع امها وداكشي. من بعد انا درت العرس مشيت لداري، كنجي عند خالتي وجده نزورهم، كنمشي عند الاب ديالي، كنمشي لخدمتي مقابله داري. هي كانت صافي بقات عايشه مع باها ومع مرات باها. جات واحد عمتها من امريكان وصافي وهي زوجاتها لولدها، زوجات صيبت ليها الوراق داتها معاها امريكا. انايا زاد عندي وليد كنربي داك الوليد. من بعد جداتي الله يرحمها توفات. هي ملي مشات ما دارت لا عرس لا حتى شي حاجه، حتى من الخطبه فاش داروا لاكتو داكشي ما داروش هما كاع الخطبه، غير في لاكتو داكشي داروا. عيطوا لخالتي وجدة ديك الساعه قبل ما تموت الله يرحمها مشاو حضروا وبحال غير باها وجداها وداكشي هما اللي يعيطوا لخالتي. ما هي ما كانش على هي ما كانش غادي تحضر لامها لا والو، يعني في الخطبه ما كتهضر مع امها لا والو. مشات لامريكا وما قالش لامها حتى بسلامه. وخالتي هادشي بقى فيها بزاف واثر عليها لدرجه انها مرضات واحد المرضى خايبه. ومن بعد الموت ديال جدة بحال يأثر فيها داكشي ديال بنتها وأثرت فيها الموت ديال جدة، يعني ما كانش كتفارق هي وياها. جبت خالتي عندي للدار قابلتها ولات حتى ولات بخير وعلى خير. بغات ترجع للدار قلت لها لا خالتي بقاي معايا في الدار. كتقول لي لا بنتي ما تثقلش عليا، كنتي قلت لها لا بقاي معايا. المهم في الاخر ولات هكا كتمشي مره لدارها مره كتبقى عندي. با حتى هو كنمشي عنده كنطلع عليه ولا راه غادي بشويه بشويه مسكين، واخا ان الصحه ديالو راه مشات ولكن الحمد لله باقي بشويه بشويه. هي ما عرفتش واش ساقت الخبار بها انها كانت مرضات ولا لا. ما كتسول فيها ما كتعيط عليها ما حتى شي حاجه. وخالتي مسكينه ديما كتبكي عليها فما كتفكرها كتبقى تبكي. كتقول لي بنتي لقيت فيك الخير نتيا وما لقيتوش في بنتك. ولكن كنقول لها انا خالتي واقيلا انا هي السبب اللي خليت اللي انا هي السبب في هذه العلاقه اللي تقطعات بينك وبين بنتك. بحال كنحس بتأنيب الضمير. كنقول يا ريت تكون غير ما قلت حتى شي حاجه، غير سكت وصافي وخليتها تدبر راسها. ولكن
صافي كتقول ليا لا بنتي ماشي هكاك، أنتِ ما عليك والو، بالعكس بنتي هي اللي قلبها كحل، وكانت من الصغر ديالك ما كتحملكش، وكنتِ ديما أنتِ هي النقطة السوداء في حياتها، كانت ديما ما كتبغيكش وكتغير منك، هي اللي قلبها كحل بحال هكاك. وصافي العام اللي فات صيفط خالتي العمرة، وكنتمنى إن شاء الله تاني نصيفطها للحج إن شاء الله، الله يشد ليها في صحيحتها وأنا راه تنعتبرها أم ديالي، يعني ما عمرني شفت منها شي حاجة خايبة، بالعكس رباتني وتهلات فيا، ما كانش كدير الفرق بيني وبين بنتها، لدرجة أن كانت بنتها كتقول ليها أنتِ كتفضّلي بنتختك على بنتك. إيوا كانت كتقول لها لا بالعكس راه راني بحالك بحالها، هاذيك بنت ختي يتيمة خلاتها ليا أمانة أختي، وأنتيا راكي بنتي، واش كاين شي وحدة ما تبغيش بنتها؟ أنا لا كنخاصم عليك غير باش تكوني بنت هاكا مقادة وعلى مصلحتك. درت بزاف د المحاولات باش نتواصل مع بنت خالتي، باش نهضر معاها ونطلب منها المسامحة ونقول ليها زعما تواصل مع الأم ديالها وما ما نكونش أنا هي السبب ديال القطيعة ديالها بينها وبين أمها، ولكن فين ما كتسمعني كتعرف الصوت ديالي كتقطع ليا، كنخلي ليها ميساجات هاكا والو، كتقطع ليا ولا كتبلوكيني. صافي هادشي اللي كاين، أنا دابا راني خالتي ها هي معايا، معمّرة عليا، وأنا الحمد لله عايشة بخير وعلى خير مع الزوج ديالي، مع ولدي، ولكن الحاجة الوحيدة اللي معقداني في حياتي واللي مبرزطاني في راسي هي هاد بنت خالتي، ما بغيتش نكون أنا هي السبب ديال القطيعة ديالها بينها وبين أمها، كنتمنى شي نهار هاكا تجي وتصالح مع الأم ديالها باش حتى الخاطر ديالي أنايا تهنا وما نبقاش حيت فين ما كنتفكر هاد الشي تيبقى يعذبني وكيبقى يديرني في دماغي، ما مرتاحاش من هاد الناحية، هادي هي الحاجة الوحيدة اللي مبرزطة ليا راسي، وما عرفتش حتى تقولوا ليا نتوما واش أنا عندي شي يد ولا عندي شي ذنب في هاد الشي، واش أنا اللي كنت السبب ولا ديال القطيعة ديالها مع أمها ما عرفتش، كنتمناكم تعطيوني شي نصيحة أولا شي حل نديرو على قبل هاد الشي. إيوا هادشي اللي كاين، وكنتمنى هاد القصة تنال الإعجاب ديالكم وتاخدوا منها حتى العبرة و وبسلامة عليكم.